السلام عليكم طلاب تالتة إعدادي دفعة 2023 ترم أول. زي ما وعدتكم هننزل حل جميع المحافظات في الرياضة والإنجليزي والعلوم والدراسات، حل المحافظات لكل المواد. وزي ما وعدتكم هننزل الحل بإذن الله. النهاردة هننزل حل أول محافظة في الرياضة وهي محافظة القاهرة. ولو أنت مش مشترك في القناة ما تنساش تشترك، لأن هينزل حل باقي المحافظات في الرياضة ولجميع المواد كمان، يعني إنجليزي علوم دراسات كل المواد عربي. كل المواد هتلاقي الحل بتاعها انا سايبه لك في القناه. تخش في البلاي ليست هتلاقيني سايب لك حل المحافظات. باذن الله باذن الله هنبدا النهارده ننزل اول حل، وهو حل محافظه القاهره في الجبر والاحصاء رياضه تالتة اعدادي ترم اول. طبعا اول سؤال معانا هو الاختياري، بيقول لي ابسط مقاييس التشتت، وجايب لي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى. انا مش عارف انهي واحد فيهم. انا عارف ان الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، التلاتة دول انا عارف ان هما، انا عارف ان دول من مقاييس النزعة المركزية مش تبع التشتت. طب ايه اللي تبع المشتت؟ هو المدى والانحراف المعياري، الاتنين دول بس اللي تبع التشتت. وهنا عشان بيقول لي ابسط، هنا في السؤال بيقول لي ابسط، طالما بيقول لي ابسط مقاييس يبقى على طول دوت المدى، لان المدى هو ابسط مقاييس التشتت. انما لو بيقول لي لو كان عايز انحراف المعياري كنت هتلاقيه بيقول لي ادق او اكثر الانتشار. طب لو قال لي ادق او اكثر انتشار يبقى اختار الانحراف المعياري. انما هنا عشان قال لي ابسط ما قاليش ادق ولا اكثر انتشار فبختار المدى. نيجي بعد كده للسؤال التاني، ودوت يعتبر انت عارفه من اولى اعدادي، وهو لو مديني قوسين مضروبين في بعض والاول شبه الاول بس الفرق بينهم الاشاره بس، فانا كل اللي بعمله ان انا بضرب الاول في الاول تربيع، يبقى الاول تربيع اللي هو س تربيع ناقص التاني تربيع اللي هي ص تربيع. طبعا هلاقي في الاختيارات اول واحده س تربيع ناقص ص تربيع اللي هي دي، يبقى اختار دي. تمام تمام. بعد كده بخش على السؤال التالت، بيقول لي إذا كان س بتساوي 3 وص بتساوي 1 و5 فإن عناصر نون دي معناها عدد عناصر، عدد عناصر س في ص. بروح أنا أعمل له كده واقول له ان نون س في ص معناها عدد عناصر س في عدد عناصر ص. انا عندي هنا عدد عناصر س، عدد عناصر س اللي هو التلاتة اللي هي واحد بس، وعدد عناصر صاد 1 و5 اللي هما عدد عناصر اتنين. يبقى 1 في 2 هيديني 2، يبقى 1 في 2 هيساوي 2. طبعا هنا لو بصيت في الاختيارات هلاقي في 2 هنا. تمام تمام. بعد كده بيقول لي السؤال الرابع، المعكوس الضربي للعدد 2. يعني ايه المعكوس الضربي؟ يعني انا بشقلب، يعني مثلا لو كان عندي 3 على 2 وبقول لي هات المعكوس الضربي فانا بشقلب، يبقى هتبقى 2 على 3. هنا انا عندي الاتنين وانا عارف ان اي عدد صحيح المقام بتاعه بيبقى 1، يبقى هو عايز المعكوس الضربي ال2 على 1، يبقى بشقلب اخلي الواحد فوق والاتنين تحت، هتبقى 1 على 2 اللي هي بنص. بعد كده بيقول لي الوسط المتناسب الموجب للكميتين ألف وجيم. أنا عارف إن الوسط المتناسب معناه بيبقى الموجب وسالب الجذر التربيعي واضرب الكميتين دول في بعض ألف في جيم. وهنا عشان بيقول لي الوسط المتناسب الموجب يبقى هشيل السالب دي وهتفضل الموجب بس، وطالما موجب في قوس يبقى كأني مش بكتبها عادي وهتفضل لي ألف في جيم بس، يبقى اللي هو الاختيار رقم 3، الاختيار رقم 4 اللي هو د. تمام. بعد كده بيقول لي إذا كان 3 س بتساوي 6 فإن 5 س هتساوي كام؟ طبعا أنا عشان أجيب القيمة دي لازم أعرف قيمة س وأضربها في 5 وأطلع له الناتج. أنا س هطلعها من هنا، هنا مديني 3 س بتساوي ص، يبقى أقسم هنا على 3 وأقسم هنا على 3. 3 على 3 في الواحد هتفضل لي س وهتساوي، و6 على 3 فيها الاتنين، يبقى أنا عرفت إن س ب2. أروح أعوض عنها هنا، 5 في 2 ب10، يبقى 5 س بتساوي كام؟ 10. تمام تمام. بعد كده اخش على السؤال التاني. طبعا في كل سؤال بحله في صفحة لوحده، ما بحلش سؤالين في نفس الصفحة. كل سؤال بحله في صفحة لوحدها علشان اخر الصفحة بيبقى المصحح بيكتب الدرجة في اخر الصفحة من تحت، فانت حاول اخر الصفحة من تحت تسيبه له فاضي وكل سؤال حله في صفحة لوحده. تمام تمام. بعد كده في السؤال التاني بيقول لي اوجد الرابع المتناسب للأعداد دي 3 و5 و6، وعايز الرابع المتناسب. انا هفترض له، هقول له كده هفترض ان الرابع المتناسب هيساوي س، يبقى الاعداد اللي هو مديها لي 3 و5 و6 وس، واقول له بما ان هما طالما كده متناسبين يبقى 3 على 5 هتساوي 6 على س، 3 على 5 هتساوي 6 على س. وبعد كده اعمل له مقص، 3 في س يبقى 3 س، و5 في 6 ب30 يبقى 3 س هتساوي 30. طبعا اقسم له هنا على 3 واقسم له هنا على 3 عشان اجيب قيمة س بس، ولما اقسم هنا على 3 يبقى 30 على 3 فيها 10، يبقى س بتساوي 10. تمام. ده اول سؤال هو كان طالبه. بعد كده
هو طالب. طبعا خلاص دلوقتي انا جبت له قيمة س ده في السؤال رقم أ. دلوقتي اخش على السؤال التاني اللي هو رقم ب. بيقول لي اذا كانت س هي المجموعة 2 و3 و5 وكانت ع علاقة معرفة على س، يبقى س على س، يبقى انا بكرر س دي كمان مرة. حيث أ علاقة تعني إن أ هتساوي ب. دوت الشرط اللي بتاعي. بعد كلمة تعني دوت بيبقى الشرط بتاعي اللي أنا بشتغل عليه. هو طالب بين ع وأمثله مخطط سهمي. أنا هقول له إيه بقى؟ اخش له طالما عين علاقة على نفسها يبقى اكتب له عين، اكتب له السين واكررها تاني. طالما س علاقة على نفسها يبقى هنا 2 و3 و5 وهنا 2 و3 و5. هو بيقول لي أ بتساوي ب، يبقى الأول من هنا بيساوي الأول من هنا، يبقى 2 و2 و3 و3 و5 و5. وقال لي مثلا مخطط سهم يبقى اكتب له عناصر س اللي في الأول 2 و3 و5 وعناصر س التانية 2 و3 و5 واشد سهم. الاتنين راح للاتنين والتلاتة راح للتلاتة والخمسة راح للخمسة. يبقى دوت كده انا مثلت له المخطط السهمي، واللي فوق دوت المخطط البياني او عين اللي هو العلاقة. يبقى انا كده جبت له بيان عين، تمام، وجبت له المخطط السهمي. بعد كده بيقول لي بين ان عين علاقة تمثل دالة واذكر مداها. هقول له طبعا عين دالة. ليه بقى عين دالة؟ لان كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط اول في عناصر السين اللي في وشها، اللي هو كل عنصر خارج منه سهم واحد وكل العناصر خارج منها سهم، يبقى كده دوت دالة. طب وبقول لي هات المدى العناصر اللي بيبقى رايح لها اسهم اللي هي الاتنين والتلاتة والخمسة، يبقى المدى 2 و3 و5. يبقى كده انا حليت له السؤال التاني الاول والتاني. خش بعد كده على السؤال التالت. بيقول لي مثل بيانيا المستقيم الذي يمثل الدالة الخطية. طالما انت شفت كلمة يمثل دالة خطية يبقى على طول هعرف ان السؤال دوت هيتحل في كراسة الرسم البياني، تمام. واروح له بقى على كراسة الرسم البياني وابدأ احله له. هو هنا بيقول لي مثل بيانيا المستقيم المعادلة خطته المعادلة بتاعته كده، ثم أوجد نقط تقاطعه مع محوري الإحداثيات اللي هو محور س ومحور ص. هجيب له نقطة تقاطع مع محور س ونقطة تقاطع مع محور ص. أنا هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أحلله كالآتي. هبدأ أكتب له الدالة اللي هو د س بتساوي س زائد 1، وطبعا دي دالة خطية يبقى هتتمثل بخط مستقيم، تمام. وأبدأ بعد كده أعمل له جدول وأكتب له س وده س، وافترض له اي 3 ارقام س مثلا بصفر وواحد واتنين، اي 3 ارقام صغيرين. ولو معوض عن السين بصفر يبقى صفر زائد واحد بواحد. طب لو معوض عن السين بواحد، واحد زائد واحد باتنين. لو معوض باتنين هتديني 3. يبقى العناصر صفر وواحد واتنين وواحد واتنين وتلاتة. وابتدي ارسم له رسم بياني. طبعا ده انت بترسمه له في كراسة رسم بياني، هو بيبقى مديها لك بس عشان مش معايا كراسة رسم بياني فرسمتها لك هنا، تمام. انما انت هترسمها في كراسة الرسم البياني. ده السؤال دوت هيترسم في كراسة الرسم البياني. بعد كده اعوض له عن السين. لما السين بصفر، لما السين كانت بصفر يبقى الصاد بواحد، يبقى السين بصفر وصاد بواحد، يبقى النقطة هنا. طب لما السين كانت بواحد الصاد كانت اتنين، يبقى السين بواحد الصاد كانت اتنين، يبقى النقطة هنا. لما السين كانت باتنين الصاد كانت بتلاتة، لما السين باتنين الصاد بتلاتة، يبقى النقطة هنا. وابتدي اوصله خط مستقيم، اوصله ب3 نقط بعض، واوصله خط مستقيم كبير. بعد كده هقول له ان المستقيم يقطع محور السينات في النقطة. طالما يقطع محور السينات يبقى الصاد بصفر، ويقطع محور السينات هشوف يقطع محور السينات. محور السينات اهو يقطع في كام؟ في -1، يبقى -1 وصفر. وبعد كده هقول له المستقيم يقطع محور الصادات في النقطة. طالما يقطع محور الصادات يبقى السين هي اللي بصفر المرة دي. واشوف يقطع محور الصادات اللي هو اللي فوق دوت فين؟ اهو عند الواحد، يبقى صفر وواحد، تمام. يبقى كده انا جبت له مثلت له المستقيم وكمان جبت له نقط التقاطع مع محور س ومع محور ص. هاجي بعد كده على السؤال رقم 3. السؤال التالت رقم ب. بيقول لي إذا كانت أ وب وج ود كميات متناسبة اثبت إن الطرف اليمين دوت اللي هو اللي قبل اليساوي بيساوي الطرف الشمال دوت اللي هو بعد اليساوي. طبعا طالما هو قال لك لأن دولت كميات متناسبة فأنا على طول بروح أعمل له إيه؟ بروح أقول له كالآتي. بما أن أ وب وج ود كميات متناسبة يبقى أ على ب هتساوي ج على د، وهتساوي أي رقم تاني وليكن م، تمام. وأضرب له أعمل له المقص. ج هتساوي كده كام؟ ج في واحد بتساوي وج، ود في م يبقى د م، يبقى الج هتساوي د م. طب والألف على ب بتساوي م على واحد طرفين في وسطين برضو اللي هو المقص، يبقى الألف منها تطلع بتساوي ب م. وابتدي امسك له الطرف اليمين. الطرف اليمين اللي هو ب زائد أ على أ، وامسكه له لوحده. هقول له الطرف الايمن بيساوي ب زائد أ على أ يساوي، ابتدي اكتب له ب زي ما هي وأ اعوض عنها. أ انا جبتها هنا بكام؟ ب في م، يبقى اكتب له اعوض عن أ ب
في م على الألف برضو ب في م. هنا ب زائد م، هنا ب زائد ب في م على ب في م. طبعا أنا مش هينفع أختصر الب مع الب، غير لازم أخليها لوحدها. يبقى هقول له إن الب هاخدها هنا عامل مشترك، لما آخد الب من هنا عامل مشترك هتفضل هنا واحد، لما آخد الب من هنا عامل مشترك هتفضل م. يبقى واحد زائد م على م، وهنا طبعا ب وهنا ب. طبعا دلوقتي أقدر أختصر الب مع الب، هيتفضل لي بقى إيه؟ واحد زائد م على م. يبقى ده الطرف الأيمن طلع كده. بعد كده همسك له الطرف الأيسر اللي هو دوت د زائد ج على ج، وابتدي أقول له إن د زائد ج على ج هتساوي د، أكتبها له زي ما هي زائد ج. ج أنا جبتها له بكام؟ بد في م، أكتب له د في م، وأكتب له تحت برضه اللي هو ج د في م، وآخد الدال برضه نفس الب، آخد الدال عامل مشترك، هتفضل لي واحد زائد الميم على د في م. هنا اختصر له الدال مع د، هتفضل لي واحد زائد م على م. طالما كده طلع الطرف الأيمن هيساوي الطرف الأيسر، إذا بقى هكتب له إن إذا الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر، ويبقى أنا كده حليت السؤال رقم 3. بعد كده بقى هخش على السؤال رقم 4. بيقول لي إيه؟ إذا كان مديني 4 نسب، بيقول لي بيساوي بعض. النسبة الأولى س على 4 بتساوي النسبة التانية ص على 5 بتساوي النسبة التالتة 4 على ص بتساوي النسبة الرابعة، وبيقول لي أوجد قيمة ك. أنا هعمل له إيه بقى؟ انا لو لاحظت هنا هلاقيه عامل ايه؟ هلاقيه جامع التلات نسب اللي في الاول دول، بس هلاحظ هنا ان ص مضروبه في -2، يبقى هقول له بضرب النسبه التانية في -2. طالما هضرب اللي فوق يبقى لازم برضه اضرب اللي تحت. ولو لاحظت عين هلاقي عين قدامها 4، يبقى عين مضروبه في 4، يبقى هقول له هضرب النسبه التالتة كلها على بعض هضربها في 4، يبقى هضرب اللي فوق في 4 واللي تحت في 4، والنسبه التانية هتضرب في -2، يبقى -2 وهنا -2، وابتدي احل. هروح بقى اقول له بضرب النسبة التانية في -2 وضرب النسبة التالتة في 4، واقول له بجمع مقدمات وتوالي النسب التلاتة، وابتدي اجمعهم. لما ابتدي اجمعهم هيبقى لي س على الأربعة تتكتب زي ما هي، وصاد دلوقتي انا ضربتها في -2 يبقى -2 ص. طبعا الخمسة هضربها في -2 يعني هتبقى -10، واجمعها مع النسبة الرابعة. طبعا النسبة مع النسبة التالتة، طبعا النسبة التالتة انا ضربتها في 4 يبقى 4 عين على، واضرب المقام بردك في 4 يبقى 4 في 7 في 28. طالما انا جمعتهم وابتدي بقى اصفي، طبعا اللي فوق دي عشان هي رموز مش هينفع تتجمع، فهتفضل زي ما هي على المقام دوت. لما اجي اجمعه هيديني 22، وهقول له هتساوي احدى النسب. تمام. وطالما هي بتساوي إحدى النسب فأروح أساويها بالنسبة اللي هو عايز فيها قيمة الكاف اللي هي النسبة الرابعة. يبقى النسبة اللي أنا جبتها له دي هروح أساويها بالنسبة اللي فيها قيمة الكاف، وأقول له ومن هنا هلاحظ إن البسط بيساوي البسط، وطالما البسط بيساوي البسط يبقى المقام هيساوي المقام، يبقى 22، يبقى الكاف زائد 20 هتساوي ال 22، وأكتب له كاف زائد 20 هتساوي 22، وأودي ال 20 الناحية التانية يبقى 22 ناقص 20، يبقى الكاف بتساوي 20 ناقص 20 اللي هي ب2، ومن هنا أنا طلعت له قيمة الكاف اللي هي بتساوي 2. بعد كده بقى اخش له على رقم ب، بيقول لي احسب الانحراف المعياري للقيم دي. مديلي كام قيمة دي؟ 1 2 3 4 5، مديني 5 قيم، وبيقول لي احسب الانحراف المعياري بتاعهم. طبعا انا اول ما اسمع كلمة الانحراف المعياري هروح على طول هروح اعمل له الجدول ده، واكتب له هنا س، وهنا س ناقص س بار، وهنا س ناقص س بار الكل تربيع. طبعا اللي فوق دول انا لازم ابقى حافظها، واكتب له في س هنا بكتب له القيم اللي هو مديها لي اللي هي 3 و6 و7 و9 و10، واكتب له القيم هنا. وهنا س ناقص س بار، ايه هي اصلا س بار؟ س بار دي اللي هي الوسط الحسابي اللي هو س بار اللي هو مجموعهم على عددهم، وابتدي اجمع له القيم دي واقسمهم على عددهم. طبعا لما اجمعهم واقسمهم على عددهم مجموعهم هيديني 35 على عددهم اللي هو 5، يبقى 35 على 5 اللي هو 7. وابتدي بقى اروح اكتب له س ناقص س بار، س هنا بكام؟ ب3، 3 ناقص س بار، س بار انا جبتها ب7 يبقى 3 ناقص 7 تديني ناقص 4. وهنا نفس الكلام 6 ناقص 7 تديني -1، 7 ناقص 7 0، وهنا 9 ناقص 7 تديني 2، وهنا 10 ناقص 7 تديني 3. وبعد كده س ناقص س بار كل تربيع، همسك القيم اللي انا جبتها دي واربعها. -4 تربيع، السالب بيشيل طبعا التربيع طبعا بيشيل السالب، واكتب له 4 تربيع ب16، -1 ب1، 0 ب0، 2 تربيع ب4، 3 تربيع ب9، واجمع له القيم دي واكتبها له، اشوف مجموعهم كام واكتبهم له اللي هم 30، واكتب له هنا المج. تمام. وبعد كده بقى اكتب له قانون الانحراف المعياري اللي هو عايزه اللي هو السيجما بتساوي الجذر التربيع لمج س ناقص س بار لكل تربيع على ن، حيث ن دي عدد العناصر. هكتب له يساوي
اللي فوق دوت انا جبته له بكام؟ 30 اهو، يبقى اكتب له الجذر 30 على عددهم اللي هو كام؟ 5. يبقى الجذر 30 على 5 هيطلع معايا بالآلة الحاسبة 2.4. تمام. يبقى كده انا حليت السؤال الرابع وخلصته. هخش له بقى بعد كده على السؤال الخامس. بيقول لي اذا كانت الدالة دي، مديني دالة، بيقول لي اذا كان معايا الدالة دي بتساوي كذا، بيقول لي اثبت ان الرقم ده الدالة 3 ناقص 3 في الدالة 1 بيساوي 2. طبعا هنا هو معوض عن السين ب3 وعوض عن السين ب1، اللي هو جوه القوس دوت ده اللي هو قيمة س، فانا همسك له قيمة س مرة اعوض عنها ب3 ومرة اعوض عنها ب1 واضربها في 3 واطرحهم من بعض واشوفه ما يطلع كام. لو طلع ب2 يبقى انا كده عملت له الاثبات. تمام. هاخد الاول المعادله دلوقتي اكتبها له، اروح دلوقتي اكتب له بقى المعادله. تمام. كتبت له المعادله دي وابتدي. هو عايز هنا كام؟ عايز الداله 3. اروح اول حاجه اكتب له الداله 3 واعوض عن السين ب3. 3 تربيع ب9 زائد 3 في 3 ب9 زائد 2، هيطلع الناتج معايا 20. بعد كده هروح هنجيب له الدالة 1 واضربها في 3 عشان هنا قدامها 3، انما هنا ما كانش قدامها حاجة فعشان كده مش ضربتها في حاجة، انما هنا هجيب له الدالة 1 واضربها في 3. اروح الاول اجيب له الدالة 1 واعوض عن كل س ب1، يبقى 1 تربيع ب1 زائد 1 في 3 ب3 زائد 2 هيطلع ب6، وبعد كده اضربه في 3 هيديني 18. وبعد كده هو عايز ان الدالة 3 ناقص 3 الدالة 1 واشوفها بكام. هكتب له الدالة 3 ناقص 3 الدالة 1. الدالة 3 انا جبتها له بكام؟ ب20 ناقص 3 الدالة 1 انا جبتها له بكام؟ 18. يبقى 20 ناقص 18 هتساوي 2، وهنا هو هتطلع 2، ويبقى كده الطرف الأيمن هيساوي الطرف الأيسر. يبقى كده أنا جبت له الإثبات اللي هو عايزه. هخش بعد كده على آخر سؤال اللي هو سؤال ب في رقم 5. تمام. بيقول لي إذا كانت صاد علاقة طردية مع س، وكانت ص بتساوي 8 وس بتساوي 2، أوجد العلاقة بين ص وس. طالما عايز العلاقة بين ص وس أنا هروح على طول أشتغله من هنا. هقول له كده نفس الكلام، بما أن ص تتناسب طردي مع س، يبقى هشيل له علامة الطرد دي واكتب له إن ص بتساوي م س. تمام. تمام. وبعد كده بقى هكتب له القيم اللي هو مديها لي. لما الصاد بتساوي 8 والسين هتساوي 2 اعوض عنهم. اعوض عن الصاد ب8 هتديني 8 تساوي، وعوض عن السين ب2 يبقى م في 2 لما عوضت عن السين ب2. وهنا طبعا هقسم له على الاثنين عشان عايز الميم بس، يبقى اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين. لما اقسم هنا على الاثنين هتديني 1، يبقى 1 في م بميم، يبقى الميم بتساوي. لما اقسم 8 على 2 هتديني 4، ومن هنا يبقى الميم بتساوي 4. واروح اعوض له بقى عن قيمة الميم اللي هي ب4، اعوض عنها في العلاقة دي اللي هو عايزها، يبقى ص هتساوي 4 س. يبقى اهو، يبقى انا كده جبت له اول حاجة هو عايزها اللي هو ص بتساوي 4 س. رقم 2 بقى هو طالب قيمة س لما ص هتساوي 100. بعد كده برضو نفس الكلام، هروح اقول له لما الص بتساوي 100 واعوض له عن العلاقة اللي انا جبتها دي. اعوض عن الصاد ب100، يبقى الصاد ب100 يبقى 100 تساوي 4 في س، واقسم له على 4 عشان اجيب له قيمة الس لوحدها. 100 على 4 فيها ال25، يبقى كده انا جبت له س بتساوي 25. وبس كده يبقى انا حليت اول محافظة اللي هي محافظة القاهرة في الجبر والإحصاء دفعة تالتة إعدادي 2023. وبس كده بإذن الله هننزل باقي المحافظات كلها هنا على القناة، فما تنسوش تعملوا لايك وشير القناة. والفيديو ده أنا لو لقيته جايب مشاهدة عالية وفي ناس كتير مشيراه فعلا وحابة بقى انزل لهم حل المحافظات، هتلاقوني نزلت لكم حل المحافظات كلها باذن الله من اول بكره. ممكن في كل ماده انزل لكم محافظه باذن الله من اول بكره. وبس كده اشوفكم على خير، نتقابل ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. وبس كده، سلام.